مرحبا، كيفكن؟ رجعت لكم اليوم بفيديو جديد ووصفة جديدة. عن جد الوصفة هاي دمار، وأكيد كلياتنا بنحب اليالنجي. وأنا من عشاقه. وقلت لحالي يعني بما إنه هلأ موسم الورق العنب فأكيد لازم أعمل هاي الوصفة ورح أشاركها معكم. يعني وصفة بدها شوية شغل، بس إذا التزمنا بهاي المقادير عن جد أنا بوعدكم إنه رح تطلع وصفة كتير لذيذة. يلا معي رح نبلش ونقول بسم الله. هون أنا كنت مجهزة الخضرة ومغسلتها وقطعتها كلياتها، وراح أكتب لكم كل المقادير أكيد بصندوق الوصف. بداية حطينا زيت الزيتون يلي هذا الشيء أساسي، بيعطي نكهة طيبة. وحطيت البصل والثوم وراح قلي لحتى يدبلوا. وطبعا إذا بدكم ياهن يدبلوا قوام يعني بتحطوا لهم رشة ملح، ما بيطولوا معكم. وبعدين بس لحتى أنا بنطر عليهم لحتى يدبلوا بضيف لون الرز، وكمان بكون مغسلته ومصفيته كتير منيح، وبحطه وبقليه معهم. وبعدين ببلش بإضافة الخضرة. حطيت هون البندورة وبخليها تتقلى كمان معه، مقطعتها ناعم ومقشرتها. تمام. وبعدها رح اضيف لها دبس البندورة ودبس الفليفلة. طبعا انتو حسب الكمية اللي عندكم بتحطوا. انا رح اكتب لكم مقادير لكيلو رز. تمام. وهون بقلبهم كتير منيح، بضيف البهارات وبقلبها. وكمان راح ضيف شغلة كتير أساسية، وطبعا الكتيرين يعني بيستغربوا من هاي القصة، إنه راح ضيف لها معلقة بن. وكمان ما تستغربوا منه، ضيفوها وعن جد راح يعطينا نكهة كتير طيبة. وضفت له كمان دبس الرمان يلي هو كمان أساسي، بس أنا هون شكلي نسياني صبر لكم إياه. بس بتضيفوا له دبس رمان تقريبا كاسة. وإذا ما بتحبوا دبس الرمان قللوا شوي، بس هو اللي بيعطيه حموضة كتير طيبة. وطبعا كمان ضفت له حمض، عصرت له ليمون. وبتضيفوا هلا بعدين قبل ما تطفوا تحت النار. ضفت البقدونس والنعناع الأخضر وقلبتهم هيك وصارت تبلتي جاهزة. وهون بلشت بدي لفه مثل ما انكم شايفين. الورقة عندي شوي كبار فبلشت لفهم، وانتو طبعا بتتحكموا بتخن اليالنجي مثل ما انتو بتحبوا. وهيك لحتى تخلص معي كل الكمية. وطبعا في شغلة مهمة انه ما ترصوهم كتير، ما تشدوا ايدكم، وكمان ما تتركوهم رخوين، بس هيك وسط يعني لحتى تتشرب التبلة لقلبهم والحمض لما تحطوهم على النار. ايه وهيك لحتى تخلص معي كل الكمية. طبعا اخدوا معي وقت منيح. هون انا مسرعة شوي الفيديو. تمام. وبعدين بترصوهم بالطنجرة وبتحطوهم على النار. وأنا على جنب هون كمان جهزت الحمض. الحمض حطيت المي وحطيت حطيت له دبس البندورة وجهزت حمضه وملحه وخليته يغلي. وهون بحط له غطا الطنجرة لحتى تقله وما يطوف. وبس يسخن معي الحمض راح ضيفه عليه وهو سخن. وبعدين بتركه لحتى يغلي. وبس يغلي بلش يغلي عندي بوطي تحته النار وبتشوفوه لحتى يستوي. ايه وهيك لما نطرت انا لتغلي مية الحمض مثل ما قلت لكم صارت جاهزة عندي وبلشت تغلي. بلش بضيفها على اليالنجي. وبعدين بخليه شوي النار عالية تحته لحتى يغلي. وبعدين بس لحتى يبلش يغلي بوطي تحته النار. وبتركه يستوي على مهله طبعا، وانتو بتشوفوه لما بيستوي. وهون صار معي جاهز واستوى. ويعني طبعا ما طول معي يمكن لانه الورق اخضر ما اخذ معي كتير وقت. وهون صارت الوصفة جاهزة، بتقدموها مثل ما بتحبوا. وعن جد طلع كتير طيب وهيك بيدوب ذوبان بالتم. ما فيني خبركن عن الطعمة. وهيك وصحة وعافية على قلبكن. إذا ما كنتوا مشتركين بقناتي بتمنى إنكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس وتدعموني إذا عم تحبوا وصفاتي. وكمان بدي لكم شكرا كتير على التعليقات الحلوة اللي عم تجيني وعم تدعمني، عم تعطيني تشجيع كتير حلو لحتى أبلش. ويلا باي.